السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم بتحدي جديد. بس قبل ما نشرح فكرة التحدي بتاع النهارده أهم حاجة ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل تحدي يوصلك، وتصلي على النبي تحت في الكومنتات. طب يا جماعة، فكرة التحدي بتاع النهارده هو تحدي لعبة ملك الفلافل. في تحدي أسطورة الشاورما قلت لكم لو عايزين نلعب لعبة ملك الفلافل، وطلبتوا مني في الكومنتات ألعب لعبة ملك الفلافل. عايزكم قولوا لي لو عايزين أجرب أي لعبة تانية في الكومنتات. طب يا جماعة، زي ما انتوا شايفين اللعبة بتبتدي معانا طعمية ألعاب بطاطس. سخنة آخر لذاذة وكم رغيف من الفرن طازة. طعمية سخنة آخر لذاذة وكم رغيف من الفرن طازة. والفول بيضحك في الطبق معرفش ليه، وشاي تقيل سكر زيادة من غير ما تسأل ليه وليه. هي طب يا كده جماعة، مكتوب افتح المحل يعملوا كده. زي ما سمعنا أغنية أسطورة الشاورما نسمع ملك الفلافل. المفروض يا جماعة في أسطورة الشاورما إن إحنا كنا بنبيع شاورما، المرة دي لأ، هنبيع إيه بقى؟ فول وطعمية وكده زي ما انتوا شايفين. نختار أغنية أم كلثوم ولا بدون أغاني؟ خلينا بس في الأول كده إيه بدون أغاني. يقول لك اليوم علامة استفهام، الهدف 30، الوقت 5 دقايق. تمام. احضر العامل واجعله يملأ الأوعية بالمكونات الفلافل والحمص والبطاطا وسلطة. حاضر يا باشا، المفروض ندوس نعم يا هنا. باشا. وندوس على دول. الأول بيعلمني برضو. بس كده أيوه كده المفروض بقى إيه الوقت ابتدى. قم باختيار الزبون قم. حتى تعرف ما طلبه. آه احمل رغيفا، ضع المكونات في الرغيف حسب طلب الزبون كما هو مكتوب على كل إشارة. تمام ماشي. 3 بطاطس، 3 طعمية. مم. مم. قم بتسليم الساندويتش إلى الزبون، خذ النقود من الزبون والآن نفذ طلبات دلوقتي هو المزيد كان من بيعلمني وخلاص الزبائن بقى أنا حتى هشتغل. تجمع الهدف المطلوب من النقود كما هو مكتوب في الأسفل. خلاص يا 30 عم اسكت بقى عملة خلاص. نقدية. المفروض يا جماعة إن أنا هدفي 30 جنيه. كما ترى لا يوجد الكثير من الأشياء داخل المطعم، ولكن مع مرور يا الوقت عم اسكت سوف بقى. تحضر الشاي وقتل الذباب وخبز الكعك والكولا والعصير والكثير من الأشياء. أحسنت، لقد أنهيت المرحلة التعليمية، لننتقل الآن إلى العمل الحقيقي. دي يا جماعة كانت المفروض مرحلة، يعني اللي هو بيدربني ايه اللي هيحصل في الادوار. دلوقتي بقى احنا هنخش نبتدي الادوار. ايام العمل، اليوم الاول المفروض يا جماعة ان هنا اليوم التاني واليوم التالت شاي، هنفتح شاي. ماشي. برضه خلينا بدنا ايه ده 50 جنيه. الاحلام شاورما والواقع فلافل. ايه يا استني يا معلم؟ حاجة انا نسيت. هي واحدة بس هي اللي جاية الاول. انا همشي بالدور يا جماعة. اتفضلي. ايه ده الوقت اقل. انا نسيت احط لها حاجة، معلش. انا عامة كده كده جمعت ايه فوق ال50 جنيه، بس هنكمل لغاية ما ايه اليوم يخلص. حطيت له طعمية. ما هو عايزين نركز. حاضر. انزل هنا بس هات لي واحدة. بس انت بس. اتفضل. لا، ما بقول لك هات فلوس بسرعة. بس جمعت 88 جنيه كمان. المفروض الهدف كان 50 جنيه. انا اربحت اليوم 88 جنيه. احسنت، انتهيت اليوم بنجاح. تمام يلا بينا. طب يا جماعة، ودلوقتي اليوم التاني. بسم الله. انا برضو
الطعمية مية مية. اقعد انت اشرب شاي وانا اقعد ابيع. ماشي. كله هيمشي، محدش هيقف. يعني يا جماعة في فطورة الشاورما كان برضه بيجيلي واحد برضه بالفانلة حمال. هو انتوا بتنسوا الهدوم في بيتكم يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انا مش هقفل يعني. يلا يا عم انت لازم تقف هنا يعني. اه المرة دي الهدف 70 جنيه. الهدف بيزيد مع كل يوم. حاضر. عايزين بطاطس. امشيها بس كده تمام. خد نعبي بقى. كده انا جمعت 70 جنيه الحمد لله. وبعد فاضل 10 ثواني. انا بقول لك ايه، ما انا لازم الم فلوس ده. انا كده كده بجمع بزياده اصلا. المره دي يا جماعه دلوقتي بقى نفتح الشاي. المزاج يحتاج كاس شاي. كده احنا هنطلب عايز بالراحه. ايه؟ انا اللي عايز ايه ده؟ انت قاعد روقان يا اخي. طبعا بالفانلة دي انت محتاج اكيد كوبايه شاي. خد يا عم. المره دي كان عايز 90 جنيه، انا جمعت فوق 90 برضه. ايه يا انا بس معلم؟ هحط بضاعة. يا عم ايوه. انت بتقعد بسرعه، عايز تشرب شاي يعني. شاي مش هيطير يا عم. ايه ده معلش والله. يا نهار ابيض يا جماعه. مش قصدي الدورة، انا كنت بس عايز اشوف طلبها ايه. ايه ده انا بحط ايه؟ هو انا شوف. ده حاجة. بص انا هاخد فلوس. هو على طول. اللي بعده. بليز 5 نجوم. حاضر. طب ما بتروحش بيتك ولا؟ انا حطيت حاجة زيادة بقى. خد. يلا. اللي بعده. خد. يلا اللي بعده يا جماعة. لما نلم فلوس. دي يا عم كوباية الشاي. انت اقعد اشرب شاي وانا اقعد اعمل كل حاجة هنا.
يا معلم؟ عبي بقى عبي. يلا بينا. خلاص المرة دي. دلوقتي يا جماعة بقى نلعب الدور الخامس، والمفروض في اليوم السادس هنفتح معرفش ايه ده، مبيد حشري ده ولا ايه؟ نعم يا لا باشا. تلاقي الكمامة هنا، يعني مترميش الزبالة هنا. يبقى كده المفروض تقول لي يا باشا أنا اللي شغال وأنت بتشرب شاي بس. دول يا جماعة ما بيروحش بيتهم، كل ما أفتح ألاقيه. إيه يا عم والله مش معلم. يا جماعة اقفوا في أي حتة يا جماعة، المكان واسع. معرفش أنا، ما تقفوا في أي حتة. ايوه. أنا بس أحط بضاعة. بضاعة الفلوس بسرعة. طب يا جماعة أنا دلوقتي هلعب اليوم السادس، وكده يبقى كفاية أوي، ولعبنا لغاية اليوم السادس ونجرب المبيد الحشري. اليوم السادس الهدف 110 دقيقتين ونص بقى، تمام. بيقول لي دوس هنا. طب ماشي دوست، عايز وبعدين بقى ايه؟ انا مش فاهم ايه الاستفادة لما اقعد ادوس كده يعني. عشان ده هيجي دبان. امشي يلا من هنا. متقولوش يا جماعة المطعم بتاعنا نضيف، وان شاء الله نقضي على الذباب ده. ده ما ينفعش يشتري اكل غير اما ايه يطلب كوباية شاي كده. آه. كوباية الشاي. نعم يا باشا. حط. متلاقيش قصدي الأكل بتاعنا نضيف. متلاقيش يا مدام، كله نضيف، واحنا بنيجي على الذباب ما تلاقيش.
لا يا عم فاضل 15 ثانية نخلص. لا ما انت لازم تاخد، خد خد بسرعة بس. بس كده يا جماعة حلو أوي كده. بصوا حرفيا إن لسه في حاجات كتير، قولوا له عايزين نعملها سلسلة، وحرفيا لسه في حاجات كتير نفتحها. لسه يا جماعة لسه في حاجات. ده آخر يوم يا جماعة هيبقى ال45 مكتوب النهاية. قولوا له عايزين نعملها سلسلة ونكملها لغاية ما نخلص اللعبة دي، قولوا تحت في الكومنتات. وبس كده يا جماعة كده التحدي بتاع النهاردة خلص. أهم حاجة متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل تحدي يوصل لك. ولما شفتش تحدي صندوق الحظ هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. يا جماعة أنا عامل قناة واتساب هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، عليها محتوى مختلف خالص عن اللي احنا بننزله. لو عايز تعمل متابعة هتلاقي القناة تحت في الديسكريبشن. بس كده، سلام.